بكم اعزائي مشاهدي اون سبورت. وعقب مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب كاب فيردي وفوز منتخبنا بركلات الجزاء، كابتن حسام ايه اللي اختلف عن مباراه اوزبكستان عن مباراه النهارده؟ في البدايه سواء كسبنا الماتشين او خسرنا الماتشين ده ماتشات تدريب وتعديلات وزي ما انا قلت ان انا بعتمد على كل اللعيبه اللي موجوده والمصابين. فانا منتخب مصر مش عايزه يبقى في مشكله في الاصابات، لكن عندي اصابات، عندي تيم بحاله. مبروك للمصريين اللي جمد ان في تيم بيتعمل. واللي انتم ما تعرفوش ان منتخب مصر فعلا من زمان، من فتره طويله الناس اتاخرت قوي ان تضخ لعيبه جديده. البهوات اللي بيقعدوا في الاستوديوهات في ناس قلبها حلو ومحترم وناس طيبه وناس بتحب مصر. بقول للشعب الطيب، المصريين الطيبين اللي عن روحهم عاليه على المنتخب، احنا بنجرب وبنشوف الطرق اللي احنا بنلعب بيها، ونشوف المشاكل اللي عندنا في حاله اللعيبه المصابين ما كملوش. عندنا تيم بحاله. بقول لك عندنا تيم بحاله. انت النهارده المغرب لما حكيمي بيغيب بقول لك حكيمي غاب، اللي هم عندهم 3-4 فرق في يعني منتخبات قويه. فانا عايز الناس تهدى شويه. مش اللي بيحبوا مصر دول عباينين، غالبيه المصريين والشعب، لكن في شويه دايره كده. لا انا كنت متعمد ان انا ما اتكلمش عليها، بس في ناس نفسيه وحشه. لو مدرب اجنبي موجود وبيفكر يا كنا عملنا له تمثال. ده بص بقى النباهه، شفت الذكاء، شفت الجمال، شفت الراجل الخبرات. يا عم احنا مصريين وبنحب بلدنا قوي، وبنجتهد وبفكر، وجهازي بيجتهد وبيفكر. انا مركز لبلدي، انا بحب بلدي، بحب جمهوري، بحب الشعب المصري الطيب اللي بيحب بلده. استفدنا من التجربتين طبعا تيم بحاله مش موجود وبنلعب، وعندي ثقه في كل اللي موجودين. بغض النظر لو كسبنا النهارده، وانا عامل حساب ان انا اقول الكلام ده حتى لو لا قدر الله ما طلعناش كسبانين. انا طلعت انت شايف ان في فايده ولا ما فيش فايده؟ طيب عايز اقول حاجه. اللعيبه دي لعبت 4 ماتشات في 10 ايام، ايه رايك انت؟ الاهلي ولعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك وبيراميدز لعبوا القوام الاساسي للمنتخب في السوبر، في كاس السوبر هنا، وماتشين جامدين، ماتشين دوليين. عايز اقول للناس اللي بتحب بلدها واللي فهمانه كويس طيبين، ان انا بتمرن بس منتخب مصر عشان يلعب ماتش دولي. بتمرن تمرينتين بس، وتمرينه خفيفه، واللعيبه جايه لي يعني زيزو تعبان وتريزيجيه مش عارف ايه، والراجل والناس بتاع وشحاته جاي كان مصاب، والشناوي متعور. كل الناس دي طيب ايه يا جماعه؟ بجرب بدخل شحاته وبدخل صابر وبدخل فيصل وبدخل والزلاكه. ايه المشكله؟ ومصطفى شوبير. هو ايه المشكله؟ انتوا بتصبروا ليه؟ الناس الوحشه بتصبر ليه على الاجنبي؟ يا عم انا ما باخدش رزق حد. الجهاز ده بيموت وبيموت نفسه وبيتعب. لا انا سكت كتير، يعني انا سكت كتير. هيجي بقى يطلع لي واحد يقول لي حسام حسن تصريحاته. لا انا بقول لك انا هعمل زي المدربين الاجانب، هي كده، وهشتغل كده عشان بلدي، عشان الناس اللي بتحب بلدها. السوشيال ميديا دي يعني خربت بيوت وخربت بلاد، وربنا يخلصنا منهم، وان شاء الله بلدنا تفرح بمنتخبها. النهارده قبل كده كنتوا بتفكروا في مدرب اجنبي طلع 1 ولا 2 مصريين. انت النهارده مطلع كم لعيب صغير. انت النهارده كنت زمانك دلوقتي حاطط ايدك على خدك لو ما كنتش حسام حسن والجهاز وابراهيم حسن طلعوا اللعيبه دي. اللعيبه اللي طلعت الجديده دي ذخيره جديده، وهيكملوا المسيره مع زمايلهم القدام. يا جماعه انتوا اهدوا شويه على بلدكم. خليكم زي الشعب الطيب اللي بيحبنا واللي في ظهرنا، اللي كان عايزنا نيجي وعنده ثقه فينا. انا مش بقول كده عشان برضه الماتش ده ولا ايه يعني. ايه المكسب يعني؟ هيعمل ايه بالمكسب؟ مكسب معنوي، تجربه وديه. ايه القضيه؟ وبعدين انا راضي على الفرقه في الماتش اللي فات. في الشوط الاولاني، غالبيه الشوط الاولاني والشوط الثاني كله في اخطاء. بدايه الماتش عملوا ترند ان اللعيبه ان في الجون ده طبعا جون جه بشكل مش كويس، والجون الاولاني، لكن اخطاء. لكن هل كان وارد الاخطاء؟ كان في 4-5 لعيبه خطا من الضغط والبريس على الكوره. ادي يطلع لي واحد فنان ويطلع لي يتكلم على منتخب بلده. عشان انتوا بتتريقوا ايه؟ عايزين ايه؟ انا هفضل كده
واللي فارق مع احنا وصلنا كاس عالم، وصلنا نهائي كاس اللي زعلان يخليه يستخبى كده شويه لحد ما نقضي المهمه بتاعتنا. انا حسام حسن بقول لك اهو، انا اللي يهمني جمهوري وشعب البلد اللي بيحب، الشعب المصري اللي بيحب بلده، اللي ورا منتخب، مش وراه في الحلو والوحش. الجهاز ده وصل كاس عالم وبتعب من غير هزيمه، ووصل نهائي كاس من غير هزيمه، واللي جاي صعب، والليفل اللي هنلعب فيه الفتره اللي جايه كاس وكاس العالم اعلى من اللي فات.